السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وصحة وسعادة، وتعود عليكم الأيام بخير، وكل سنة وانتم طيبين. يلا بينا نعمل مع بعض صينية بطاطس بالفراخ جميلة جدا وبطريقة حلوة قوي وهتعجبكم، وفي نفس الوقت هتبقى مستوية وحاجة آخر جمال. اللي أول مرة بقى يشوف القناة قبل ما نبدأ الفيديو يخش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونخش ونشوف الطريقة. جبت بقى أنا صينية يعني على قد البطاطس اللي أنا هعملها، أو يعني أكبر منها شوية، علشان طبعا لما نحط المكونات على بعضها هتكبر وإيه ويعني وتبقى إيه عالية البطاطس كده. حطيت بقى معلقة سمنة بلدي، نزلت فيها بورقتين لورا وحبهان ومستكة وعود قرفة وحتة قرنفل خشب، يعني كل إيه الحاجات دي كلها سليمة. نزلت بقى بعد عليهم من بعد ما يعني ادوني الريحة الجميلة دي كده الحلوة، نزلت بقى عليهم بالفراخ. انا قطعت الفرخة بتاعتي 10 قطع. لو انت بقى الفرخة بتاعتك متوسطة يعني اصغر بشوية، قطعيها على 8 على 7 اللي انت عايزاه. بس انا عشان شفتها قدامي كده قطعتها على 10 قطع. يعني حطيتهم كده من غير ايه ما اقلبها شوية. حطيت بقى عليهم معلقة ملح ومعلقة فلفل اسمر. بعد بقى ما اتشمعت كده الفرخة، رحت ايه مقلباها، يعني ادتني اللون كده الذهبي كده ورحت مقلباها زي ما انتوا شايفين كده اهو. يعني ما قلبتهاش من قبل ما ايه تتشمع كده في السمنة و... وادتني ايه لون كده ذهبي كده، يعني ذهبي كده بسيط. قلبتها وقلبتها برضو على الناحية التانية، بقت من الناحيتين يعني ايه لونها جميل. طلعتها بقى من الصينية، حطيتها في طبق كلها كده زي ما انتوا شايفين. بس طبعا الفرخه بقى زي ما انتوا عارفين كنا غاسلينها بقى بالميه والملح والليمون وحبه دقيق لحد ما ايه ريحه الزفره دي كلها طلعت منها، بقت ريحه جميله جدا ومفيش اي ريحه زفاره. خلاص كده اهو حطيتها كلها في طبق. كنت بقى انا عملت ايه بصلايه كبيره قطعتها كده طرنشات رفيعه، يعني بصلايه كبيره كده ايه بتبقى حلوه طعمها حلو أوي في صينيه البطاطس. هنقلب برضو كده ايه تقلبتين في نفس السمنة اللي احنا ايه شلنا منها الفراخ، يعني ما شلناش حاجة ولا ايه ولا زودنا حاجة، في نفس السمنة اللي احنا عملنا فيها ايه الفرخة. بعد ما اتشوحت بقى كده حطيت عليها معلقة توم مفروم كبيرة. برضو التوم ده بيدي طعم قوي قوي للصواني كده وبيبقى ريحته حلوة قوي. هنقلبهم برضو تقليبتين كده، وبعد كده ننزل ايه البطاطس طرنشات كده، يعني لا تخينة قوي ولا رفيعة، وسط كده عشان ايه تستوي معاكي. كمية البطاطس برضو اللي انت هتحتاجيها او اللي انت عايزاها تكفيكي. كلها كده نزلنا بيها ونقلبها تقلبتين برضو بحيث ان تدينا اللون برضو الذهبي، يعني ايه ما نغمقش البطاطس، اللون الذهبي كده الجميل. وتقلبي بقى فيها عشان فيش واحدة بقى تبقى ايه لونها كده لوحدها ابيض واللون التاني ايه ذهبي، لا لازم كلها تبقى لون واحد زي ما انت شايفاها، يعني ايه جميلة جدا واللون الذهبي. خلاص بعد كده نزلت بقى ايه بصلصة الطماطم او عصير الطماطم اللي انا كنت مفرزاه معاكم قبل كده. بعد كده نزلت بمعلقة ملح، معلقة فلفل اسمر، معلقة بصل بودر، ومعلقة توم بودر، وربع معلقة جنزبيل، ونص برضو معلقة قرفة، ومعلقة بابريكا مدخنة، وسبع بهارات، واخر حاجة الزعتر اللي احنا بنفركه كده مع بعض بيدي ريحة جميلة قوي. بعد كده بقى نزلت عليهم بفلفل الوان، يا دوبك قلبيهم بقى كده برضو تقليبه صغيره، وانزلي بقى عليهم بايه بكوبايه ميه، لان انت حطي الصلصه اللي انت ايه عايزاها التقل بتاعها، يعني ما تبقاش لا خفيفه برضو ولا تقيله، عشان صينيه البطاطس بتبقى ايه حلوه قوي بالصلصه المعقوله. خلاص قلبناهم كده كلهم بقى مع بعض. جبنا بقى الفراخ اللي احنا شلناها في الطبق دي وحطيناها بقى ايه على وش صينيه البطاطس زي ما شايفاها، رصيها بقى كده. خلصي الكمية كلها، خدي بقى من الصلصة بتاعة البطاطس ورش عليها كده من فوق علشان يعني ايه تتشبع بيها بالطعم دوت بتاعها، وتديكي برضو ايه اللون الجميل قوي كده. زي ما انتوا شايفين كده خدت من الصلصة كلها ورشيت عليها كلها. سبتها بقى على البوتاجاز حوالي 10 دقايق، يعني دخلت في تلتين سوا. بعد كده دخلتها بقى في الفرن على نار عالية، وايه وحط برضو ما ولعتش الشوايه، هي في الفرن نفسها خدت سواها الجامد. طلعتها بقى بصوا بالشكل الجميل اللي قدامكم دوت،
واللون الجميل والطعم حكاية خطيرة جدا جدا، يعني حاجة تفتح النفس كده وجميلة. والفراخ في نفس الوقت مستوية جميلة جدا، ما خدتش وقت معايا عشان احنا شوحناها في الأول. وعملنا بقى جنبها شوية رز كده بالشعرية. وزي ما انتم شايفين بصوا كده اهي، طلعت قطعة قلبتها لكم على الناحيتين عشان تشوفوها ان هي متحمرة من الناحيتين. قطعتين بطاطس من الصينية، وبصوا بوريكم بقى الفرخة بصوا مستوية ازاي، يعني جميلة جدا، والبطاطس آخر جمال. يعني حاجة جميلة جدا هتفتح النفس وهتاكليها كده بنفس، وحاجة جميلة جدا وهتعجبك. اللي أول بقى مرة يشوف القناة يخش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. وتقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات، وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.